مليون، التاني يرد عليه 23 مليون 24، بعدين تلاقي واحد قال 18,000 جنيه. هو ده برشلونة بقى، اللي هو في ظل ما في ناس بتقول له 300 و700 في السنة، ومدريد مش عارف عايز ايه وهم عايزين ايه، فبرشلونة مش عارف يسجل لعيبته راح يسأل عن امبابي. فأكيد هو كان بيسأل عن صحة امبابي، وإن هم يكونوا قالوا له امبابي بصحة جيدة، وانتهى الأمر عند كده. لأن ما عفيف يتكلم في أي شيء بعيد عن الكورة باسترسال، لأن أنا بصراحة أحب الدردشة العامة أكتر من الكورة. تصدق بالله يا أبو نورة، وأنا كمان أنا أصلا زهقت من الكورة، زهقت من الكورة. يعني في إحساس بس هو الواحد ما يقدرش يفرض على الناس كلها للأسف، ومش عايز ابقى محبط. تبقى الناس كلها مثلا جايه تسال في حاجه، فانا اقول لهم الحاجه اللي انتوا كلكم جايين تسالوا عنها دي انا مش عايز اتكلم فيها. موضوع محبط ودمه تقيل جدا. بس ان جيت للحق يعني انا زهقت من الكوره يعني. انا برضو مش عايز يعني، بس زي ما انت عارف وانا عارف يعني العالم ما بيمشيش على مزاجنا، وعلينا ان نتاقلم مع ذلك يعني. رايك بالمدرب هانزي فليك؟ مدرب ممتاز، بس ليه يعني؟ ايه الفكره يعني؟ هل هو رايح في حته ولا؟ هانزي فليك مدرب ممتاز يعني. open messages to unverified accounts. هو أنا ثانية واحدة، هو أنا دلوقتي ما ينفعش حد يبعت لي مسج غير لو هو verified؟ أنا ما أعرفش المعلومة دي. بس أنا لما أشوف كده، لا في ناس بتبعت لي مسجز هم مش، لا تصدق كلهم verified فعلا. طب إزاي أقدر أعمل كده؟ que vous suivez autorisez les demandes de messages de tout le monde. أوكي، أعتقد كده أنا ممكن أي حد يبعت لي، ممكن الناس تجرب لو عايزة كده. تالي أنا كده فتحتها لتوليموند لكل الناس. علي معلول رايح الهلال السعودي، معرفش ده أنت بتسألني ولا دي معلومة يعني، ولا بتسأل ولا مش عارف. أرجو الناس أيوة كده تمام، المسجات مفتوحة تمام. yes it worked thank you شكرا. اتكلم عن اوبنهايمر. ما شفتش اوبنهايمر. أنا اللي فهمته إن الفيلم بيحكي عن مخترع القنبلة الذرية اللي اتضربت على هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية التانية. بس لكن ما شفتش الفيلم بصراحة، ما عنديش فكرة يعني. هو رغم ان انا مهووس نوعا ما باي حاجه ليها علاقه بالحرب العالميه الثانيه، بحب اعرف عنها اكتر. بالتالي ممكن اكون شفت معظم الافلام، رغم ان انا عارف طبعا ان الافلام بطبيعه الحال بتحمل وجهه نظر صناعها. يعني مفيش حد في الدنيا، عشان كده انا لا اؤمن بشيء اسمه التاريخ ولا شيء اسمه الحقيقه. يعني مفيش شيء اسمه الحقيقه، ومفيش شيء اسمه التاريخ، لان ايا كان الشخص اللي بيتلو عليك التاريخ هو بيتلو عليك التاريخ من وجهه نظره هو. واحيانا بيتكلم بما يسمى بالwishful thinking، يعني هو بيقول الحاجات اللي كان يتمنى انها تكون حقيقيه، وهيدافع على الاشخاص اللي بيحبهم، وهيبالغ في نقد الاشخاص او في انتقاد الاشخاص اللي هو ما بيحبهمش. عشان كده انا مش مقتنع بشيء اسمه التاريخ وشيء اسمه الحقيقه. الحقائق هي الحقائق العلميه والحقائق السهله. يعني كان في حرب عالميه تانية انتهت بهزيمه الحلفاء، سوري انتهت بهزيمه المحور، دول المحور ضد الحلفاء. دي حقائق ما فيهاش كلام. مين عمل ايه جوه، ايه حصل، ايه هتلر كلم مين، مش عارف موسوليني عمل ايه، تشرشل، الكلام ده كله بقى هتلاقيه مليان كذب طبعا، مليان كذب. ودي حاجه انت تقدر تلاحظها في حياتك. انت تقدر تفهم التاريخ لما بس تركز في الحاضر. يعني انت في الحاضر اليومي بتاعنا ده هتلاقي في مواقف انت شفتها بعينك، عندك فكره كامله عنها او كافيه عنها. مفيش حاجه اسمها فكره كامله، بس ممكن نقول فكره كافيه عن الموضوع. بعدين تبتدي تشوف كده هي الناس بتحكي الموضوع ده ازاي، اللي انت شفته وهم شافوه، كل الناس شافوا نفس الشيء. تبتدي تشوف الناس بتحكي الموضوع ده ازاي، هتلاقي الناس بطبيعة الحال بتنحاز للأشخاص اللي هم بيحبوهم، بينتقدوا أو بيتجاهلوا. يعني ممكن يتجاهلوا الأشياء الجيدة اللي عملها ناس هم مش بيحبوهم، وهكذا 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 يعني. عشان كده أنا لا أؤمن بموضوع ممكن تفتح المايكات. أنا بعتذر مش عايز أفتح المايكات. مرة فاتت فتحت المايكات، ناس دخلونا في مواضيع يعني أنا مش عايز أتكلم فيها، فأنا بعتذر إن أنا مش هفتح المايكات. السلام عليكم. رأيك في واقعة الشحات بصراحة؟ الموضوع اللي أنا كنت متأكد إنه هيتقال. شوف يا مين اللي سائل، يا حمزة،
مش عارف ابدا لك منين يا حمزه، والله هو الموضوع يعني الموضوع كبير وفكره انك تناقشه من غير ما تعك جامد قوي قوي قوي. فكره مش سهله يعني مش سهل انك تتكلم في الموضوع ده من غير ما فعلا فعلا تعك عك غير عادي يعني. بص يا حمزه، انا للاسف يعني هحكي لك حكايه طويله شويه، فارجو اني ما بقاش ممل وما زهقكش وما زهقش الناس اللي بتسمع يعني. ارجو ذلك يعني. آه بص يا سيدي، ببساطه شديده هحاول ابسط لك الامور قدر الامكان، هي مش بسيطه بس انا هحاول ابسطها قدر الامكان. دلوقتي في نادي في مصر، النادي ده بيشجعه اغلبيه، اغلبيه كاسحه. اوكي، ده المعلومه رقم واحد. معلومه رقم اتنين، الناس اللي بيشجعوا هذا النادي غضبهم من اي شيء، غضبهم من اي شيء، سواء عندهم حق او ما عندهمش حق، هم احيانا بيبقى عندهم حق واحيانا ما بيبقاش عندهم حق، بس في الحالتين ما بتفرقش. غضبهم من اي شيء بيؤدي الى حاله اضطراب وارتباك. غضب، اضطراب، ارتباك، ودي حاجات مرفوضه تماما. محدش عايز لا غضب ولا ارتباك ولا اي شيء. فلو انت اعلامي مثلا وبتتعامل مع هذا النادي، فانت عاده هتحاول اما تاخد صفه او على الاقل ما تزعلوش. طب لو انت زعلته، بفرض ان انت انسان طبيعي يعني مش بتزعله، انت بتقول اللي انت شايفه واللي شايفه ده هو اللي بيزعل هذا الجمهور. طبعا اي حد تاني بيحاول يزعل، يعني اي حد بيحاول يزعل اي جمهور متعمدا هو شخص تافه ببساطه شديده يعني. بس هنفترض ان انت بتقول حاجات انت مقتنع بيها، وتصادف ان الحاجات دي بتزعل الناس دي، فسيادتك هتتحط في موقف صعب. ليه موقف صعب؟ لان اولا انت كاعلامي تقدم منتج للناس، الناس دول في قطاع كبير جدا جدا منهم هيهاجمك، هيشتمك، وهيحاول يشوه سمعتك، وهيعيشك في جحيم. اوكي، طيب هنفترض ان انت نجحت بطريقه ما انك تقاوم كل ده. كفايه؟ لا مش كفايه. المكان اللي انت بتشتغل فيه هيقول لك بعد اذنك انت ما ينفعش تحطني في مشاكل مع كل الناس دي، لان الناس دي كتير جدا. فلو سمحت يا تبطل، يا تاخد بالك منهم، يا ما تزعلهمش، يا ما انت شخصيا هتمشي. اوكي، طيب ليه اللي بيقول لك يا ما تزعلهمش يا تمشي، ليه هو بيقول لك كده؟ لان هو نفسه بيشجع نادي؟ لا، هو مش مهم عنده يكون بيشجع وما بيشجعش، بس هو لو حصل دوشه كتير، لو الدوشه دي تخطت حاجز معين، الشخص نفسه اللي بيقول لك ده هو نفسه مش هيبقى موجود في مكانه، يعني هو نفسه هيمشي. هيجي حد اكبر منه يقول انت عامل لي دوشه هنا ليه؟ هو انا ليه سامع دوشه خارجه من عندك؟ احنا شعارنا الاول مش عايزين دوشه، عايزين هدوء. تسمع الكلمه دي كم مره في التلفزيون؟ عايزين هدوء، عايزين هدوء، عايزين هدوء. ما هو الهدوء؟ ان هذه الاغلبيه الكاسحه ما تتضايقش من حاجه. تمام؟ فانت سيادتك اما انك طوعيه عند اول اختبار وهو اختبار الناس اللي هتهاجمك وهتشوه سمعتك وهتدور وراك، اما هتلصق كلام على لسانك انت ما قلتوش، حصلت معايا شخصيا، او هتحاول تشوه سمعتك وتقلب وراك يمكن تلاقي اي حاجه، حصلت معايا برضو، او الى اخره. هتلاقي نفسك مش عايش حياه سويه، حياه طبيعيه، حياه انت بتمارس فيها شغلك، وفي ناس والله بتعجبها الكلام وناس ما بيعجبهاش الكلام. لا لا لا، انت في حرب. ففي ناس عند اول اختبار بيقول لك لا يا عم انا مش عايز حرب، فما تزعلش الناس دي، راضيهم. تمام؟ حتى هنفترض ان انت قبلت بهذه الحرب، قلت لا انا برضه هعمل اللي انا شايفه، هعمل اللي انا مقتنع بيه، واخد هذه الحرب. اللي مشغلك شخصيا مش هيتحمل هذه الحرب. يعني لو انت قلت انا موافق، هو مش موافق. ليه هو مش موافق؟ لان هو موظف. لو المنطقه اللي هو شغال فيها هذا الموظف طلع منها دوشه، هو شخصيا هيمشي. في حد هيرفع عليه سماعه التليفون لا هيبقى عايز يعرف ايه اللي حصل، ولا هيبقى عايز يعرف ايه الصح ولا ايه الغلط ولا ايه كذا، وهل الناس دي اشتغلت بمهنيه ولا ما اشتغلتش بمهنيه، غلطت ولا ما غلطتش، مش مهم، مش مهم، المهم ان في دوشه. فهو نفسه هيمشي. قيس بقى الكلام ده على كل المسؤولين في كل القطاعات، اللي هيجي من عنده دوشه يا جماعه هيمشي. فمحدش عايز يجي من عنده دوشه، فالناس كلها بتختار نفس الاختيار، وهو ما تزعلش الاغلبيه، لان الاغلبيه هتعيشك في صداع. طيب، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان هذه الاغلبيه موقف ورا موقف، حكايه ورا حكايه، يوم ورا يوم، بتبتدي تحس ان هم فعلا
بيكتسبوا قوه غير عاديه. احنا نقدر نعمل اي حاجه، مش مهم هي صح ولا غلط، مش مهم هي حقنا ولا مش حقنا، مش مهم هي عدل ولا ظلم. احنا نقدر نعمل اي حاجه، نقدر نعمل اي حاجه وهتعدي. سواء الجمهور او النادي نفسه او لعيبه النادي او اي حد بينتمي الى هذه المؤسسه، احنا نقدر نعمل اي حاجه وهتعدي. وفي جيوش جحافل من البشر هتبرر لنا اللي احنا بنعمله. فاحنا مش بس هنبقى بنعمل اللي احنا عايزينه، لا ده احنا هنبقى بنعمل اللي احنا عايزينه وهيتم تبييض صورتنا كمان. فده بيخلي الناس برضو غير الجمهور بقى اللي اكتسب قوة غير عادية وإحساس بالاستحقاق، ده بيخلي الناس نفسها اللي بتلعب في هذا النادي أو بتمثل هذا النادي عندها نفس الشعور بالاستحقاق، عندهم نفس الإحساس إن هم يقدروا يعملوا أي حاجة في الدنيا، لأن محدش يقدر يزعلهم، لأن اللي بيزعلهم بيحط نفسه في مرمى النيران الشعبية والرسمية. الشعبية من خلال عدد كبير من الناس هيخلوا حياتك جحيم، والرسمية لأن مفيش حد هيستحمل يبقى فيه دوشة. محدش عايز دوشة، محدش عايز اضطراب. تمام. فده هيكون نتيجته ايه بقى؟ دلوقتي عندك جمهور حاسس بالاستحقاق، حاسس انه يقدر يعمل اي حاجه ويقول اي حاجه ويمارس اي شيء، وفي ناس بتمثل هذا النادي عندهم نفس الاحساس، احنا نقدر نعمل اي حاجه ونقول اي حاجه ونمارس اي شيء، وفي الحالتين الموضوع هيعدي. اوكي. هتكتشف بعد كده بقى ان في تصرفات ممكن يعملها لاعب ما كانش ممكن يعملها لو كان لابس تيشرت تاني، بس هو حاسس ان هو لابس تيشرت ده يقدر يعمل اي حاجه. مليون واحد ورايا، مليون ايه سوري، 30 40 50 مليون واحد ورايا، مين هيقدر يقف قدام كل دول؟ ففي الحاله دي هو مش بيكتسب قوته من نفسه، هو بيكتسب قوته بان في 50 مليون واحد ورايا. اقصى حاجه هتتقال يعني لما حد يبقى ضميره مزعله يقول لك والله تصرف سيء، بس كده. ليه؟ لانك لو قلت اكتر من كده هتعرض نفسك لحرب مع كل هذه الجحافل، والجحافل دي ما بتعرفش خير من شر، عدل من ظلم. بيعرفوا احنا واحنا بس اللي احنا عايزينه يحصل، اللي في صفنا صح، اللي مش في صفنا غلط. وكل الناس ولاد كلب، اي حد مش معانا هو ابن كلب. وتقدر تقيسها على كل الناس. يعني انت في نظر هذه الاغلبيه حاجه من اتنين: اما انك تخسر تحط الجزمه في بقك وتسكت، او لو انت بتؤدي الى اي خطوره من اي نوع فهنعمل لك حاجه. انت لعيب كويس زي فرجاني مثلا، حصلت مشكله بينك وبين الحكم، المشكله دي هتتضرب في 20,000، وهيطلع ناس تقول لك المفروض يترحل. يترحل، سامع الكلمه يترحل، والكلام ده يعدي عادي جدا. محدش حتى يقول للراجل ده مثلا عيب اللي انت بتقوله، الكلام ملوش، لا لا عادي. اوكي. انا مش بتكلم عن شيكابالا، شيكابالا فيه مناوشات والدنيا يقول لك لا اصل ده بدأ، لا اصل لا لا لا، اركن شيكابالا على جنب خالص. والناس اللي راحت له راحت مقابر انسى انسى كل الكلام ده. حازم امام اللي هو عمره يعني ما ضايق حد ولا زعل حد، في لحظه ما الناس كلها بقت ضده. ايه المصيبه الكارثه اللي عملها حازم؟ ما تعرفش، ما تعرفش. فمفيش وسيله انك تعيش حياه امنه والناس دي مش عاجبها وانت مضايق الناس دي. طب ايه السبيل انك تضايقهم، انك ما تضايقهمش؟ انك ما تقولش اي حاجه تضايقهم. هم اقل حاجه بتضايقهم، ليه؟ لانهم عندهم شعور بالاستحقاق انت عمرك ما تتخيله في حياتك. هو فعليا مش فاتح التلفزيون يتفرج عليك، هو عامل زي مراقب، هو جاي بيراقبك انت ماشي على الخط ولا تمام. نطلق عليك هنا لقب المحترم، المحلل المحترم، المذيع المحترم، الاعلامي المحترم. يعني ايه محترم في مصر؟ يعني ما بيزعلش الناس دي. اوكي. ده المحترم. اي حد تاني بيقول اي حاجه مهما كان، يعني الراجل ده بيتكلم مهما كان ما بيغلطش مثلا، مهما كان بيتحرى الدقه، مهما كان اخطائه قليله. طب ما فيش حد ما بيغلطش، كلمه سوري على كلمه ما بيغلطش دي، كل الناس بتغلط. بس مهما كانت اخطائه عفويه، مهما كان الشخص ده مش مفتري، مش مدعي، مش كذاب، مش مجرد انك قلت حاجه ما بتضايقنيش انت في مرمى النيران. فالنهايه يعني فصل النهايه في هذه المسرحيه، اما انت معاهم او انت هتتبهدل، او انت تافه مالكش لازمه. يعني لو انت تافه ومالكش لازمه وبتخسر تاخد على وشك، ده محدش هيجي ناحيتك.
لكن لو انت ليك اي شكل، مش هقول ان انت جامد وبتكسب بتاع، ليك شكل، ليك بس اي حاجه، لن تنجو، لن تنجو. والناس دي كل يوم بيعدي عليهم بيكتسبوا قوه اكبر، لان هم اصل احنا ما فيش حد قدر يعمل لنا حاجه، احنا اللي عايزينه بيحصل اجلا ام عاجلا بيحصل. احنا بنطالب بالشيء، ساعات نقعد في يوم واحد فيحصل، ساعات نقعد فيه 6 شهور هيحصل برضه في الاخر. فالمساله طالت او قصرت مش مهم، المهم ان احنا اللي احنا عايزينه هيحصل في الاخر، هيحصل في الاخر. احنا هنسبب قدر كافي من الدوشه بان محدش هيقدر يقف ضدنا، هيحصل اللي احنا عايزينه. انا عشان كده لما كنت بقول للناس بتتفرجوا على ايه يا جماعه، المفروض يعني اشتروا دماغكم واشتروا اعصابكم واشتروا بتاع، لان دي نتيجه حتميه. انت لما تبقى عارف قواعد الجيم خلاص، انت يعني خلاص، هي قواعد الجيم واضحه. مش مطلوب يحصل دوشه، مش عايزين دوشه، مش عايزين صداع. في ناس بتسبب الدوشه كل ما تتضايق، اذا الاجابه النهائيه محدش يضايق الناس دي عشان مش عايزين دوشه. هل ما حدش يضايقهم خالص؟ لا، ممكن يتضايقوا شويه بتاع، بس عند درجه معينه لو اتضايقوا خلاص، تشينج، غير الواقع. لو الواقع الحالي مضايقهم لدرجه صعبه، يعني الناس بدات بقى يعني خلاص اتجننت بقى، خلاص متضايقين جدا، غير الواقع بما يرضيهم، هديوا الحمد لله. كل الناس في الاخر موظفين، كل الناس موظفين، وكل موظف هدفه الاول قبل انه ينجح، قبل انه يعمل شيء جيد، انه انه اصلا يفضل موجود في مكانه. لو انت ضايقت الناس دي مش هتبقى موجود في مكانك، فما حدش عايز يضايق الناس دي باي شكل من الاشكال، والناس بقت تتسابق على ارضائهم. الموضوع بسيط جدا. في ناس تسمع الكلام ده يقول لك يعني انت عايز تقول بقى ان الزمالك ده ارض الله المختار؟ ده الزمالك نادي مليان مصايب. انا ما اقولش ان الزمالك ارض الله المختار، ولا شعب الله المختار، ولا مش عارف جمهور الصفوه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا اصلا مش مقتنع ان يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا وبني ادم تاني عايشين مع بعض في نفس البلد، ممكن نكون رحنا نفس المدرسه، عشنا نفس الظروف، بس انا طلعت حاجه هو طلع حاجه لان انا بشجع نادي هو بيشجع نادي. لا، هو احنا نفس البني ادمين. هو كل ما في الموضوع ان في هذه المساحه من حياتك اللي هي تشجيع الكوره، في شخص اكتسب قوه غير عاديه بتعوضه عن حاجات تانية، يعني اكتسب قوه غير عاديه واكتسب احساس ان هو اللي هو عايزه هيحصل. هو بس محتاج يزود العيار شويه، يزود العيار كمان، زود كمان وكمان، في الاخر اللي هو عايزه هيحصل. وقيس كده على كده، يعني قيس على كده، ارجع بس بالذاكره، الناس بتنسى بس. هي مشكله الناس انها بتصحى كل يوم الصبح كانه ده اول يوم. لا، هو ده مش اول يوم. افتكر اللي حصل. الناس دي زعلت من مين قبل كده، وزعلت من مين قبل كده، والناس دي كلها كانت مصايرها ايه، او اتعرضت لايه. هتعرف كل حاجه يعني، هتعرف كل حاجه يعني. الشيء بقى المحزن اكتر، يعني كل ده شيء احنا عارفينه خلاص، تمام، او انا عارفه، مش عايز اقول احنا، يعني مش بفرض حاجه على حد، ده شيء انا عارفه يعني. الشيء المحزن بقى جدا ان في ناس محترمين فعلا شافوا موقف زي اللي حصل امبارح ده وطلعوا يبرروا. ده شيء حزين جدا بقى. يعني انت عارف انك لو فتحت بقك في جحافل هتاكلك، يا سيدي اسكت. يعني ما تقدرش تطالب الناس بانهم يبقوا كلهم شجعان وجبابره ويقفوا في وش المش عارف ايه وبتاع، لا ما تقدرش تطالب الناس بكده. يعني اي حد بيطالب الناس بكده هو فعلا بيزايد. وبعدين ما تقدرش تطالب حد يعمل حاجه ثمنها غالي في حين ان هو اللي هيدفع الثمن وانت مش هتدفعه. يعني دي مزايده فارغه. بس فعلا في ناس محترمين، اعتقد يعني ان هم محترمين، شافوا موقف اللي حصل ده موقف مليان استقواء على حد ضعيف في موقف ضعيف جدا، وقالوا عادي، عادي، يعني مفيش مشاكل. ما كانش عندهم مشكله ان هم يطلعوا يبرروا الكلام ده مثلا. او الناس اللي فضلت ساكته شويه، اللي هو مش عارفين، مش لاقيين مخرج وبتاع، بس ده باص راسه. لا اصل مش عارف، اصل باهر المحمدي مش عارف عمل إيه. انا ما كنتش عارف ايه لقطه باهر المحمدي دي، انا سمعت عنها كتير بس ما كنتش اعرفها، لغايه ما لقيت حد بيعرضها جيت اتفرج عليها. يا نهار اسود، انتوا بتقارنوا دي بدي للدرجه دي يا جماعه؟ يعني يعني تشجيع النادي ده لحس مخكم خلاص. يعني انت قادر
قادر بينك وبين نفسك كده تقارن دي بدي؟ يعني انا فاهم ان كلنا بننحاز، ولما بننحاز ما بنبقاش منصفين 100%، وانا ساعات بعمل كده اكيد، وانت ساعات بتعمل كده اكيد، كلنا بنقع في الفخ ده، كلنا بنقع في الفخ ده. تبقى منحاز لطرف على طرف، الحقيقه اصلا بتتشوه في عينك، بتبتدي تشوف حاجات لصالح الشيء اللي انت بتحبه، او تشوف حاجات اكتر ضد الشيء اللي انت ما بتحبوش. مفهوم؟ بس في حاجات واضحه قوي يعني المفروض ان حتى لو عندك قدر من الانحياز، فالموقف اكبر من هذا القدر من الانحياز. لا، في ناس عادي شافت الكلام ده، في ناس قالت لك ما بعد الاساءات اللي شافها، ايه هي الاساءات اللي شافها حسين الشحات؟ ايه هي الاساءات اللي حصلت لحسين الشحات؟ محدش يعرف، بس هو طالما ضربه يبقى في اساءات، واحنا شايفين ان ده. بعدين طبعا الخطوه اللي بعدها ان الناس هتسيب الموقف وتتكلم على ردود الفعل. يعني مثلا يسيب الموقف نفسه وبعدين يقول لك انتوا يا جماعه بتجيبوا سيره المغرب ليه؟ ده المغرب شعب شقيق. محدش جاب سيره المغرب يعني، ولو حاجه جاب سيره المغرب. طب الموقف نفسه يا جماعه، ما هو الموقف نفسه ده لو في قرار محدش هيبقى بيجيب سيره اي حد في أي. بس هو الفكره ببساطه شديده يعني ان المفروض ان الناس بيفصل بينها قانون. إيه اللي بيحمي الناس من بعض؟ الناس مش ملايكه. طب ايه اللي بيحميهم من بعض؟ قانون. لو القانون ده الطريقه اللي بيطبق بيها القانون، بيتبقى بقى شيء واحد: ضمير. اللي هو انا اقدر قانونا اقهرك، بس انا مش هقهرك لان انا عندي ضمير، احس ان لا يعني ما ينفعش اعمل كده. ده كمان بدأ يموت. الناس بقى في احساس عام ان اي حد يقدر يعمل اي حاجه، اي حد عايز يعمل اي حاجه يعملها، اي حد عايز يشوه اي حد يشوهه، اي حد عايز يقول كلام على لسانك انت ما قلتوش يقوله، اي حد عايز يورطك في مصيبه حتى يورطك. ليه؟ اصلا انا بشجع النادي. يا اخي يلعن ابو كل الانديه، يلعن ابو الكوره شخصيا، اللي بتحول بني ادم لزومبي. زومبي. زومبي. شخص عقل بلا إنسانية بلا ضمير، بلا لدرجة إنه مش بس متصالح أو مش بس قابل إنه يشوف مشاهد سيئة، لا ده متصالح جدا مع إنه يخش يدافع عنها. ليه؟ أصل ده بيمثل النادي اللي أنا بشجعه. يخرب بيت أم الأندية كلها يا أخي. نادي إيه وقرف إيه وكورة إيه اللي هتحولك إلى من بني آدم إلى مسخ؟ مسخ. وتاني بقول لك أنت يا سيدي مش مطالب تقف قدام كل هذه الجحافل. اسكت. اسكت. شفت غلط؟ اسكت. شفت غلط قبل كده ودافعت عنه متورطا بتاع، كلنا بنغلط عند درجة معينة بقى، خلاص لما اعتدنا وبقى المواقف مكررة، ان كل شيء مكرر بالمناسبة، يعني مفيش شيء جديد. مفيش حاجة جديدة، انا مش شايف في اي حاجة جديدة بتحصل في الكورة في مصر دي بقى لها مش فاكر كام سنة. كل شيء مكرر، هو بس الاشخاص بيتغيروا مثلا، السياق بيتغير، بس كل شيء هو يعني. خلاص عند درجة معينة مش قادر تقول ده غلط، ايه اسكت. خلاص. ومش لازم بقى عشان ايه، طب انا نفسي اخد لقطه بس مش هينفع اخد لقطه لان اللقطه دي لو خدتها هقف قدام الجحافل. طب اعمل ايه؟ بس خلاص عرفتها، كلنا فاسدون. اسهل وسيله لتبرئه اي حد هو انك تجيب متهم تحطه في وسط 10,000 متهم. ضاعت القضيه تمام، يعني تاهت القضيه. كلنا فاسدون، كلنا وحشين. وفي ناس ممكن مثلا تقعد تسمع كلامي ده كله بان يقول لك ده محروق من الاهلي. يا سيدي انا ما بتفرجش على الاهلي اصلا، والله ما كنت اعرف ان في ماتش امبارح، ولا بتابع اي حاجه فعلا، ولا بتابع اي حاجه، ومش قادر مش قادر مهما قلت يعني عمري ما هقدر اوصف كم الراحه النفسيه اللي حصل لي. انت لما بتعيش الاحداث كل يوم كل يوم كل يوم بتبقى مش قادر تحس بالمصيبه اللي انت جواها. لما بتخرج بقى تبص عليها من بره بتشوف الموقف فعلا. مش قادر اوصف كم الراحه النفسيه والسلام النفسي الذي امتلأت به لمجرد ان انا بعدت عن الاشياء دي وعن التعامل معاها، وانك كل يوم تشوف حاجه وتطلع تعقب عليها بقى وتعلق عليها وبتاع. ودايما انت لما بتعلق بيبقى عندك احساس ولا واحد في المليون ان كلامك ممكن يغير شيء. لا يا حبيبي، مش هيغير حاجه. هل كلامك هيخلي الاغلبيه مش اغلبيه؟ لا. هل كلامك هيخلي الناس تخاف من الاغلبيه لان الاغلبيه بتعمل دوشه؟ لا. هل كلامك ده هيسمعه الاغلبيه فيقول لك اه والله يا جماعه احنا زودناها قوي ما ينفع؟ لا. كلامك ملوش معنى. ملوش معنى، لن يؤدي الى شيء. هو مجرد صراخ، صياح، فش غل، فش خلق، بس.
لكن لن يؤدي الى اي شيء. القواعد اللي انا بقولها لك دي تقدر تحطها قدامك كده هتلاقي كل شيء مفهوم. في اغلبيه كاسحه، ما حدش عايز على الاغلبيه الكاسحه، حرصا على نفسه، حرصا على نفسه، كل انسان حرصا على نفسه مش هيزعل الاغلبيه الكاسحه. خلاص ابلاي بقى الرول دي زي ما كنا بناخد كده ايام الماثيماتكس. انت خدت الرول، ابلاي الرول دي على اي مساله هتلاقي نفسك بتحل المساله بسهوله. بس لما انت تحط ناس وتديهم كل هذا القدر من الليفرج او من النفوذ، ايه اللي بيحصل؟ بيتجبروا. البني ادمين كده بيتجبروا، ومع الوقت لا هم لا هيطبق عليهم قانون، لان التطبيق عليهم القانون برضه هيعمل دوشه، ولا هيبقى في ضمير انساني حتى يمنع الموضوع، لان الناس تحولوا الى زومبيز. خلاص بقى في معركه النادي بتاعي والنادي بتاعك دي حولت الناس الى زومبيز. انت ممكن تشوف ابشع شيء في العالم وتتعامل معاه عادي، مفيش مشاكل. ما بقاش في شيء بيخضك، ما بقاش في شيء تشوفه كده تقول ايه ده. خلاص تمام. وكنتيجه لكل ما سبق ان كل شيء بقى عادي. يعني ما بقاش في حاجه دلوقتي تقول ايه، لا لا اكيد مش للدرجه دي، او لا اكيد دي مش هتحصل، لا هو كذا يا اخي، لا بس ما تبالغش، لا ما فيش. يعني انت قادر تتفرج دلوقتي، ممكن تفرح ممكن تزعل، ممكن يعجبك حاجه ما يعجبكش حاجه. الشيء الوحيد اللي انت مش هتوصل له هنا هو انك تندهش. انت مش تندهش من شيء، كل شيء بقى عادي، كل شيء بقى عادي. خلاص. وعشان بس الناس تفهم، انا هنا لا بنصر قضيه الزمالك ولا في قضيه اصلا للزمالك، ولا في اي قضيه من اي نوع. ما بقاش في قضايا، ما بقاش في حاجه ليها معنى. يعني انا مش بنتصر لمعنى ضد معنى خالص، انسى، انسى والله. ما فيش شيء له، ما بقاش في شيء له معنى. الاشياء من كتر تكرارها ثم اعاده تكرارها ثم اعاده تكرارها فقدت معناها، ما فيش شيء ليه معنى. فانا مش عايز اوصل لحاجه، وحتى لو انا عايز اوصل لحاجه مش هوصل لحاجه. يعني هنفترض ان انا يعني ما انا عايز ابدا الكلام عشان انتهي في الاخر عند كونكلوجن. لا لا يا سيدي، مفيش ولا كونكلوجن ولا بتنجان، ولا كلامي ده هيؤدي الى اي شيء، ولا كلام الف واحد غيري هيؤدي الى اي شيء. it is what it is. اللي عايز بقى يتفرج على الكلام ده اتفرج، اللي عايز يتعامل جوه هذه المنظومه انا اسف جدا انا قلت لك على الحق، يا تبقى معاهم يا هتتبهدل، وربنا مع الجميع. بس ده اللي عندي. آه يعني انت شايف الزمالك ما فيهوش مشاكل؟ انا مش عارف. طب يعني اقولها لك بأنهي لغه؟ طيب انا قلت لك الزمالك رايح في 60 داهيه، هقولها لك بأنهي لغه؟ هو ايه الناس بتفهم ان انت لو قلت ان اليمين كذا يبقى انت تقصد ان الشمال عكسه؟ لا، ما قلتش كده. الزمالك رايح في 60 داهيه، بس انا قادر ان انا اكون زملكاوي واشوف مساوئ عادي جدا، ما احسش ان انا مش لازم ابقى زومبي. يعني مش لازم اشوف بقى حاجه يعني زي الزفت واطلع دافع عنها واقول لا وانتوا بتتكلموا ليه وبتاع ومش عارف. لا عادي، ممكن تشوف تقول ده زي الزفت. انا ما اعرفش سامسون ده جيب كام وجي ليه مثلا، بس سامسون ده مش هو المشكله يعني، بس ده يعني واحد بس من ايه، من الامثله. يعني ايه سامسون ده بجد؟ ايه سامسون ده؟ ما اعرفش في الجزيره يجدد ليه. اللعيب مش سيء بالمناسبه، بس ما يجددش برقم كبير يعني. لعيب التيرن اوفر بتاعه مرعب، يعني عدد معدل فقدانه للكره مرعب. الزمالك مليان، مش عايز اقول الفاظ مليان قرف. تمام، بس عادي ممكن تبقى زملكاوي تشوف كان تقول ده مليان قرف، مش لازم تبقى زومبي. يعني مش لازم تبقى شخص كده ماشي اللي هو بلا عقل بلا بتاع، اللي هو في اتجاه معين انا اناصر هذا الاتجاه، ان شاء الله يا رب يعملوا انا اناصر هذا الاتجاه عشانك مش عشان حاجه، يعني عشان انت تفضل محتفظ يعني. وزي ما قلت يعني الكلام ده كله لن يؤدي الى حاجه، فخلاص كفايه كده يعني.
هل الشخص قادر على عدم التأثر بالبيئة المحيطة لو كان ضدها في مبادئ معينة ولكن مضطر يتعامل معها؟ لا، هو قدرة أي شخص إنه يأثر في البيئة المحيطة دي قدرة محدودة جدا يعني. ده موضوع محدود يعني، ما أعتقد، يعني أعتقد حاجة صعبة أوي يعني. مش بقول إنها مستحيلة، بس ممكن يعني، بس هي حاجة مش سهلة يعني. أقصى حاجة حاليا تقدر تعمل، مش أقصى حاجة يعني، مش عايز أقول كلمات مطلقة كده يعني، بس يعني الشيء اللي تقدر تعمله إن الحاجات اللي أنت حاسس إنك مش قادر تبقى جزء منها ما تبقاش جزء منها. يعني في حواليا بيئة معينة بيحصل فيها واحد اتنين تلاتة، أنا ضد واحد اتنين تلاتة، خلاص لا أشارك في واحد اتنين تلاتة. هتخش أنت بقى تعدل الواحد اتنين تلاتة، غالبا الموضوع ده هينتهي بسحقك، يعني أنت اللي هتسحق والحياة هتستمر. فعلى الأقل أنت شفت إن في واحد اتنين تلاتة مش عاجبينك، لا تشارك في الواحد اتنين تلاتة بس. أه، هل ميسي هيفتح سوق جديد للدوري الأمريكي زي ما رونالدو كان سبب في سوق الدوري السعودي؟ رأيك إيه؟ وهل ممكن نشوف دوري قوي ينافس أوروبا؟ أنا لا أظن إن الدوريات الخمسة الكبرى هتتغير يعني. أنا لا أظن إن، يعني أنا لا أظن إن في حد هياخد مكان أوروبا في القريب العاجل يعني. ممكن أمريكا، بس ده حتى مش في القريب العاجل يعني. بس إنك تاخد مكان أوروبا ده موضوع صعب جدا، في منتهى الصعوبة يعني. لأن ببساطة القوة أوروبا أو قوة الدوريات الخمسة الكبرى مش إن فيها أفضل اللاعبين، هي قوتها في إنها أنتجت أفضل اللاعبين. القوة مش في المنتج النهائي، القوة في المصنع. لأن أفضل اللاعبين النهاردة في العصر اللي إحنا فيه النهاردة مش هم اللي صنعوا قوة كرة أوروبا. يعني قوة كرة أوروبا موجودة من قبل مبابي، من قبل ميسي ورونالدو شخصيا، من قبله من قبله من قبله من قبله من قبله. آخر لعيب أسطوري تاريخي يعني ما احتاجش أوروبا عشان يصنع أسطوريته كان بيليه. بيليه ما لعبش في أوروبا. لكن غير كده كرويف كان في أوروبا، مارادونا جه أوروبا، كل الأسماء بقى اللي أنت تعرفها بعد كده بقى، زيدان مش عارف إيه، كل الناس دي نهاية بميسي ورونالدو وحاليا هالاند ومبابي، كل الناس دي أوروبا، لاعبين ومدربين. حتى أمريكا اللاتينية وإن كانت بتساهم يعني في لاعبين ومدربين، لكن الناس دي ما بتكتسبش المكانة اللي بيبقوا عليها غير لما بيروحوا أوروبا. سيميوني ما كانش هيبقى سيميوني لو ما كانش جه أوروبا. بوتشيتينو ما كانش هيبقى بوتشيتينو غير لو جه أوروبا، وهكذا. انتزاع مكانة أوروبا يأتي عن طريق إنك تبقى بتصنع أحسن منه. لكن أنت لو افتكرت إن هو عنده منتج، طبعا هنا بنفترض افتراض خيالي شوية، وهي إن أوروبا دي شخص واحد كده. طبعا هي أوروبا مش كده، بس هنفترض يعني إن هي أوروبا دي شخص واحد، والشخص ده هو اللي طلع ميسي ورونالدو ومبابي وليفاندوفسكي وهالاند ومش عارف وبنزيما وفينيسيوس جونيور وكذا وكذا وكذا. فلو انت جيت النهارده انت شايل بقى كل الصف الاول ده كله كده، شلته على بعضه، سنه اتنين تلاته هيطلع صف اول تاني. ليه؟ لان المصنع موجود. فلغايه ما انت يبقى عندك مصنع بنفس القوه، صعب تنافس دوريات اوروبا. يا مريان. آه ايه؟ بين نسيان الماضي والعطاء للمتواجدين في حاضرنا دوامة صعبة الحل. والله دي أسئلة وجودية، أنا ما أعرفش إيه الحل. يعني ما أعرفش إيه الحل. هو كده كده يعني القاعدة الذهبية في هذا العالم إن الحياة بتستمر. لو حصلت، يعني كنا لسه بنتكلم من شوية على جت سيرة اوبنهايمر، يعني اليابان وقعت عليها قنبلتين يعني حاجة مصيبة. ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية التانية، ده التعريف الحرفي للنهاية. تشعر النهاية ليس بعدها عودة. عادي، الناس دول النهاردة من أقوى القوى العالم يعني، هما الاتنين. طبعا الكلام ده على مستوى دول بياخد سنين، بس على مستواك انت كبني ادم بياخد اقل، لان بطبيعه الحال الاحداث اللي بتحصل لك كبني ادم اضعف واقل في التاثير من الاحداث اللي بتحصل لدول، بس الحياه بتستمر يعني.
مفيش وش رايك بصفقة متروفيتش؟ صفقة ممتازة مفيش كلام، لعيب ممتاز يعني. والشيء الملفت في متروفيتش كمان ان هو كان جيد في البريمير ليج، نزل شامبيونشيب كان رائع في الشامبيونشيب، طلع بريمير ليج كان جيد جدا في البريمير ليج. فهو لعيب تأقلم على ظروف مختلفة، والفرق بين البريمير ليج والشامبيونشيب مش قليل ومش كتير قوي زي ما الناس بتتخيل. يعني مش زي يعني يعني البريمير ليج هو دوري الدرجة الممتازة في دولة اللي هي انجلترا، الشامبيونشيب هو دوري الدرجة الأولى أو الثانية يعني في دولة برضو اللي هي انجلترا. الشامبيونشيب يصنف كسابع أقوى دوري في العالم، سابع أو ثامن أقوى دوري في العالم. فالمسافة بينهم مثلا مش زي الدرجة الأولى، مش زي الألمانيا، مش زي البوندسليجا والدرجة الثانية، أو زي الليج 1 والليج 2 في فرنسا. بس في مسافة يعني، لأن المسافة دي مش سببها إن الشامبيونشيب هو اللي بعيد، بل سببها إن البريمير ليج هو اللي فوق قوي. ومع ذلك الراجل أقلم في كل الأماكن، فهو لعيب ممتاز يعني. أنا كنت قلت الكلام ده قبل كده، كإمكانيات لوكاكو أعلى من متروفيتش طبعا أكيد، بس لوكاكو لعيب مش مضمون. لوكاكو شفناه في انتر خرافي، بس في يونايتد يعني انا فاكر ان بالتالي لوكاكو اعلى نقطه وصل لها في كاريره كانت مع انتر وايفرتون، لو انا متذكر صح، الا لو كان في حاجه تايهه عن ذاكرتي يعني. بس انتر وايفرتون حتى ما فيش نسق، يعني ما فيش باترن. يعني ما ينفعش مثلا تقول ايه لما يكون بيلعب في نادي بينافس على الدوري بيبقى كويس، بس لما لا، ده كان في ايفرتون كان ممتاز، وفي انتر ممتاز، طب في تشيلسي، طب في يونايتد لا، وهكذا. فلوكاكو البيك بتاعه اعلى من طبعا متروفيتش اكيد مفيهاش كلام يعني، بس متروفيتش اضمن نوعا ما. آه، صباح الخير مستر عفيفي، بتمنى انه قبل ما تفتح السبيس بساعة او اتنين ست ريمايندر. انا ما ببقاش مخطط للسبيس دي، السبيس دي بتبقى لحظة كده، انا حاسس ان عندي شوية وقت وعندي شوية طاقة، فيلا. لو ما عنديش وقت مش هعملها، لو عندي وقت بس ما عنديش طاقة او ما عنديش يعني فيش دماغ مش هعملها، فهي شيء عشوائي تماما، ما تتعاملش معاه باعتباره برنامج يعني او حاجة ليها ميعاد او بتاع. فمش هعمل سيتنج، لان انا لو عملت ريمايندر قبلها بساعتين غالبا في خلال الساعتين دول هغير رايي ومش هعمل سبيس اصلا. فيعني دي حاجه مزاجيه جدا يعني، لا تتعامل معاها بالجديه الكافيه يعني، اعتبرنا بندردش مع بعض كده، لكن بلاش حد ياخدها يعني كشيء جاد يعني، انا بتعامل معاها مش بالجديه دي يعني. ما هو سبب عدم نجاح ماني مع بايرن ميونخ؟ انا اعتقد انه لاعب من النخبه، لماذا لم يحصل على عروض من الانديه الاوروبيه، مدريد، برشلونه او الانتر او انديه اخرى؟ مشكلة ماني مع بايرن ميونخ هي مشكلة مثلا كل لعيبة تشيلسي السنة اللي فاتت، انت بتروح على نادي بيعيش لحظة فوضى. يعني بايرن فجأة أقال ناجلزمان وجاب توخيل، وده كان قرار مفاجئ جدا داخل بايرن، حتى في لعيبة اتكلمت في النقطة دي يعني. كيميتش مثلا واحد من الناس اللي صرح تصريحات مش عايز أقول إنها كانت قوية، لكن تصريحات بتعبر عن الدهشة، يعني اللي هو انا مندهش اصلا وليه ده حصل. وكان في سياق اخر برضو اتسال كيميتش، قال ان من افضل يعني ان ناجلزمان يفضل يعني يدخل ضمن افضل ثلاث مدربين دربوه في حياته. خد بالك هو قال الكلام ده في لحظه كان ناجلزمان مشي اصلا، ففجاه جه توخيل الدنيا ما مشيتش، مش كان في فوضى يعني عارمه، فانت صعب تحكم على اي شيء بيحصل في بايرن ميونخ السنه اللي فاتت. بدرجه اكبر واكبر واكبر صعب تحكم على اي شيء حصل في تشيلسي السنه اللي فاتت. يعني صعب جدا تفتح اي ماتش لتشيلسي في البريمير ليج السنه اللي فاتت تقول ده لعيب كويس ده لعيب وحش. لا الكويس هيبقى واضح ولا الوحش هيبقى واضح غير لما يبقى فيه فريق منتظم، تقدر ساعتها بقى تقول آراء. زي ليفربول مثلا، ليفربول السنه اللي فاتت الدنيا، انت مثلا لو اول سنه تتفرج فيها على ليفربول هي السنه اللي فاتت، هتاخد انطباع بسيط جدا ان الناس دي كلها باستثناء اليسون، الناس دي كلها ما ينفعش تلعب في ليفربول. اعتقد ان اليسون برضه هو الوحيد اللي كان بيقدم مستوى يعني فارق شويه عن البقيه يعني. بس هل ده مستوى اللعيبه دي؟ لا، احنا شفنا اللعيبه دي في اوقات تانية كانوا ممتازين، كلهم كانوا ممتازين، مش كلهم بنفس الدرجه طبعا، بس يعني كانوا احسن من كده بكتير. فاعتقد ان الفوضى احيانا بتبتلع بعض اللعيبه. انت قلت قبل كده ان الحياه عشوائيه وان الانسان لا يستطيع تغييرها. طيب بمناسبه ان انا قلت ان الحياه عشوائيه وان في احداث اكبر منك بكتير بتغير مصيرك وان انت مالكش تاثير كبير، في ناس بتعترض على الجمله دي. انا هديك مثال بسيط.
مثال بسيط يا فهد، كويس ان انت سعودي كمان هتفهمني اكتر وانا بقول لك المثال ده. لو انت دلوقتي يا فهد انت جوستافو كويار، فانت عندك فرصة تنتقل للهلال في 2019 او 20، مش فاكر هو انتقل امتى بالظبط، وتلعب مع الهلال سنتين ثلاثة، تاخد فيهم الدوري اكتر من مرة، وتاخد فيهم اسيا وكذا وكذا، وتلعب كاس عالم اندية، وتوصل نهائي كاس عالم اندية، وكل هذه الاشياء. لو اللحظة اللي انت اتعرفت، لو انت كجوستافو كويلر، لو اللحظة اللي انت اتعرفت فيها على الهلال هي 2023، ما كانش عمرك هتنتقل للهلال، لان الهلال في اللحظة دي في الموسم ده رايح يجيب روبن نيفيش او حد بالمستوى ده، مش روبن نيفيش نفسه يعني، حد بالمستوى ده. يبقى انت ايه اللي خلاك تلعب في الهلال؟ ان حظك كويس. في لعيبة تانية ممكن يبقوا احسن منك وما يلعبوش للهلال. ليه؟ لان في اللحظة دي الهلال الستاندرد بتاعه عالي قوي، البار عالي قوي. لعيب زي جانج هيونسو، جانج هيونسو لاعب للهلال ومثل الهلال بشكل ممتاز ونجح مع الهلال وكذا وكذا وكذا. لو جانج النهارده الهلال بيتعرف عليه هيجيبه؟ لا مش هيجيبه. ليه؟ لان اللي راح يجيب كاليدو كوليبالي، مستوى اعلى بكتير. هل دي حاجات بايد كويلر؟ كويار، ما اسموش كويلر، اسمه كويار. هل دي بايده او بايد جانج او بايد اي حد؟ لا، دي صدفه. هذا النادي بينتمي الى دوري، هذا الدوري قرر في لحظه ما انه يدفع هذه المبالغ عشان يجيب هذا المستوى من اللاعبين، فاصبحت انت رغم انك جيد لكن مالكش مكان. بس لمجرد ان انت جيت بدري شويه قبل هذا القرار لقيت مكان. لو كنت جيت متاخر شويه ما كانش هيبقى لك مكان. هل انت بقى انت اللي قررت انك هتبقى موجود في الوقت ده ومش موجود في الوقت ده؟ هل انت متحكم في عمرك؟ يعني انت وقتها لما انتقلت كان عندك كام سنه؟ النهارده انت عندك كام سنه؟ لو انت كان عندك، لو انت كان يعني لو انت انتقلت للهلال وانت 28 سنه 27 سنه كان عندك وقت شويه. لكن لو انت النهارده عندك 27 سنه دول وبتقدم نفس المستوى اللي كنت بتقدمه وانت 27 سنه، ما كنتش هتروح الهلال، فما كنتش هتاخد الدوري، ما كنتش هتاخد اسيا، ما كنتش هتلعب كاس عالم انديه، ما كنتش توصل فاينل، ما كنتش. اللي حصل ده ايه؟ حظ. شيء انت مالكش اي يد فيه. بنفس المقياس روبن نيفيش كانت حياته ماشيه في انهي اتجاه؟ هو كان كابتن وولفرهامبتون، كان ممكن ينتقل لنادي اعلى في البريمير ليج، او برشلونه كان عايزه، او كذا او كذا. كان عنده خيارات كتيره. 26 سنه كابتن فريقه، لعيب اساسي في البريمير ليج، بيلعب ماتشات كتيره جدا، ما بيتصابش كتير، منتظم، كذا 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 كذا. الراجل ده النهارده لابس تيشيرت الهلال. ليه؟ لان في قرار لا هو اللي خده ولا الهلال اللي خده. في قرار اتخذ ان هذا المستوى من اللعيبه انت تقدر تجيبه، هندعم الانديه ان هم يجيبوا هذا المستوى من اللعيبه. فاصبح في مسارات روبن نيفيش المتاحه مسار جديد ما كانش له وجود قبل كده. في مسار اتخلق من العدم ما كانش له وجود قبل كده. ظهر هذا المسار، شاف روبن نيفيش هذا المسار، قرر انه يسلك هذا المسار. هل كان ممكن يسلك هذا المسار لو كان المسار ده اصلا مش موجود؟ هل انت ممكن تمشي في طريق ملوش وجود؟ لا، انت الطريق بيتخلق قدامك فانت بتقرر انك تمشي فيه او ما تمشيش فيه، وهكذا. فما كانش ده دليل على مدى عشوائية الحياة. اشياء مالكش اي يد فيها بتظهر قدامك، تغير مسارك، بتسمح لك بفرص انت عمرك ما خططت لها، او بتلغي فرص انت كنت بتخطط لها لفترة طويلة جدا. انت فاهم قصدي؟ فإلى هذه الدرجة يعني ال الأشياء بتأثر. يعني الحياة فيها حاجات قوة كتير جدا ملهاش علاقة بيك أصلا، ما تعرفش بوجودك أساسا، لكن بيحصل من خلالها حاجات بتأثر في حياتك. يا سيدي بعد الشر عن الجميع يعني، وربنا يحرس الجميع ويستر الجميع. أنت ممكن تبقى عندك أحلام وخطط وكذا وكذا، فجأة بلدك يحصل فيها حرب. هل أنت اللي أقمت هذه الحرب؟ هل أنت اللي شنيت هذه الحرب؟ هل أنت كان ليك أي قرار من أي نوع في هذه الحرب؟ بالذات بقى لو بلدك هي المعتدى عليها، ففعليا بلدك كلها ملهاش قرار في هذه الحرب. الحرب دي ممكن تغير مسار حياتك. فزي ما في فرص
بتتخلق انت مالكش يد فيها، في فرص كتير بتتقفل بتتردم وانت برضو مالكش يد فيها. الحياة اقوى منك واكبر منك ومني ومن كل الناس. طب احنا ايه اقصى حاجة نقدر نعملها؟ نحاول نبقى افضل عشان لو جت فرص نبقى جاهزين. كان في مقولة كده بتقول مش عارف work hard and one day the good luck will find you. اشتغل كويس ويوما ما الحظ الجيد هيلاقيك. تقدرش تقول ان دي قاعدة، هي بتحصل كتير بس هي مش قاعدة. دايما في حاجات ما حتى اسمه the good luck يعني هي بتقول لك work hard every day and one day the good luck will find you. the good luck الحظ الجيد، الحظ اللي هو شيء مالكش يد فيه. فبس يعني انا بستغرب جدا الناس اللي هي بتحط قوانين دي ويقول لك مش عارف لو انت عندك 30 سنة او مش عارف 35 سنة او مش عارف كام سنة وما عندكش مش عارف 10 مليون في البنك فانت كده عندك مشكلة. يا اخي كفاية جهل وتخلف عقلي بقى، كفاية غباء وجهل وتخلف عقلي بقى. يعني انت قررت ان عشان انت يا سيدي مبروك عليك وان شاء الله يكونوا مستحقين او حتى مش مستحقين، مش موضوعنا، بس لان انت ظروفك هيئت لك بعض الظروف خلقت من خلالها بعض المكاسب الشرعية والقانونية. مش بقول ان ده شيء غلط. هل ده معناه ان كل الناس توفر لها نفس الظروف او كان عندها نفس الحظ او اتخلقت لها نفس الفرص؟ فانت تقوم واخد حياتك اللي هي حياة فرد في وسط 7 مليار فرد، تاخد حياتك وتعتبرها قاعدة تعممها على الجميع. اي حد ما عملش زيي المشكلة فيه، اي حد ما وصلش اللي انا وصلته هو اللي عنده مشكلة. الناس بتنسى دايما ان اي حد عشان يوصل لاي حاجة بيحتاج 70 80 90% حظ و10% مجهود. بلاش اضرب امثله على الناس، هضرب مثال على نفسي. انا مثلا كشخص من سكان القاهره، فلما اتخرجت من كليه هندسه كان في شركات كتير انا اقدر اشتغل فيها. طبعا مش بسهوله يعني، مش هروح اقول لهم سلام عليكم انا جاي اشتغل هنا، بس يعني عندي فرصه ان اقدم في هذه الشركات وتعمل لي انترفيو وكذا وكذا وكذا. طب لو انا مش من سكان القاهره هل كان هيبقى عندي الفرصه دي؟ لا. طب هل انا اجتهدت عشان ابقى من سكان القاهره؟ لا، انا اتولدت لقيت ابويا وامي في القاهره فبقيت انا من سكان القاهره، فبقى عندي فرصه مش موجوده عند واحد عايش في الصعيد. هل لو انا اشتغلت في شركه كبيره جدا، وده اللي حصل، انا اشتغلت في شركه كبيره جدا، حققت مستقبل احسن من اللي حققه هذا الشخص اللي في الصعيد، هل ده معناه ان انا احسن منه؟ لا، مش بالضروره. يمكن اكون احسن منه بس يمكن هو لو مكاني كان بقى احسن من اللي انا عملته بكتير. عمرنا ما هنعرف. ليه عمرنا ما هنعرف؟ لان انا كان حظي احسن، كان عندي الفرصه ان اشتغل في المكان ده، بينما هو ما كانش عنده الفرصه دي اصلا. في حظ كبير في الدنيا. آه انت قلت في الاستوديو التحليلي ان المعيوف سيرحل. ما قلتش الكلام ده طبعا. انا عمري ما بطلع اقول اخبار او اقول معلوماتي وافادت مصادرنا، ماليش في الكلام ده اصلا. يعني لا قلتها على المعيوف ولا على غير المعيوف. انا ما بتكلمش بالاسلوب ده اصلا. عمرك ما هتسمع مني كلمه وتلميحات بقى وبتاع وشفره ورموز، ماليش في القصص دي. ولا اتعامل مع نفسي باعتباري مصدر خبري، واحيانا بيبقى عندي اخبار فعلا عمري ما بقولها. عمري ما بقولها لسببين. السبب الاول ان احيانا بتبقى الاخبار دي جايه لي على سبيل الثقه، فانا مش هخون ثقه اللي قال لي الكلام. السبب التاني ان انا لو قلت خبر مره الناس هتتعامل معايا باعتباري مصدر خبري طول العمر، هيقدروا يسالوني بقى ها قول لنا يلا، وانا ما بحبش كده يعني. انا ما بحبش يعني واقعد انا بقى انقطهم بالقطاره اقول لهم بصوا هو لعيب بياكل شوفان الصبح ومش عارف وعنده ماليش في القصص دي، ما بحبهاش. ليه ما بتخليش السبيسات؟ ليش ما تخلي السبيسات مسجلة بحيث شخص يرجع لها بعدين؟ زي ما قلت لك والله يا مين، انت مش كاتب اسمك. السبيس بالنسبة لي هي شيء عشوائي جدا، يعني انا مش بتعامل معاه بجدية شديدة. يعني انا لا اتعامل مع
كلامي اللي انا بقوله دلوقتي ده ان هو تصريحات يعني وبتاع، انا قاعد كاننا قاعدين على القهوه يعني. انا بضرب المثل ده كل مره، يعني بقول المثل ده كل مره. انا حاسس ان انا زي ما اكون قاعد على القهوه مع ناس صحابي. هل انت وانت قاعد على القهوه مع ناس صحابك بتسجلوا القعده ترجعوا لها بعدين تشوفوا احنا مين قال ايه وبتاع؟ لا دي حاجه كاجوال يعني. انا عموما انا شخص يعني كاره للرسميات. انا ما بحبش الرسميات وبحس انها شيء مفتعل ضروري. اللي بالمناسبه ليه ضروري؟ لان الجمهور هو اللي عمل كده يعني الجمهور بيشتكي من الرسميات بينما هو اللي صنع الرسميات. يعني الناس اتعودت انها لو شافت حد بيتعامل ببساطه انها تستخف بيه. فالناس عشان ما يتمش الاستخفاف بيهم بيقرروا ما يتعاملوش ببساطه، يتعاملوا بتكلف. لان التكلف بيكسبهم احترام وتقدير الناس، لان الناس ما بتحبش البساطه. النتيجه ايه؟ كل الناس بقوا متكلفين. النتيجه ايه؟ الجمهور زعلان. ما انت اللي عملت كده، انت اللي عملت كده. انت بيبقى عندك اعتقاد ان الشخص اللي بيظهر قدامك في الصور وهو واقف حاطط مشبك ايديه الاتنين في بعض ومبتسم ابتسامه بسيطه، ان دي وقفته في الحياه كلها يعني هو بيبقى واقف في بيتهم مثلا، هو مشبك ايده كده بتاع، قاعد مع اصحابه مثلا في اي مكان بتاع، بيبقى واقف مشبك ايده كده وبيتكلم بصوت بطيء وبتاع، يقول يا فلان احضر العشاء محدش بيعمل كده، محدش بيعمل كده. بس انت يعني انت بتخلي انت او الجمهور يعني عموما، يعني مش جمهور الكوره، جمهور عموما يعني، جمهور الكوره، جمهور السينما، جمهور السياسه، جمهور الشخصيات العامه، جمهور. انت لما بتشوف حد بيتعامل كاجوال كده انت بتستخف بيه. بما ان محدش بيحب ان يتم الاستخفاف بيه فبيقرر انه بيمدي لك وش رسمي. مش ده اللي انت بتحبه؟ مش ده اللي انت بتقدره؟ مش ده اللي انت بتروح له تقول له انت محترم؟ طب يلا يا عم قول عليا انا محترم، انا متكلف انا كمان. فانت اللي بتعمل كده في نفسك يعني. انا بقى عموما انا كاره للرسميات، ولا اشعر ان الرسميات هي من تصنعك يعني شخص ذو قيمه يعني. يعني انا مش شايف ان انا هبقى ليا قيمه اكتر شويه لما اتكلم بطريقه معينه وبصيغه معينه كده، واتجنب حاجات معينه، وما اطلعش مش عارف فين، وما اتكلمش مش عارف فين. انا كل ده بالنسبه لي كلام فارغ يعني. انا شخص بحب اعمل الحاجه اللي تيجي على مزاجي اعملها يعني. انا كده ابقى مبسوط هعملها، ابقى مبسوط اعملها، مش هبقى مبسوط مش هعملها. ده مش لدرجه ان انا اعمل حاجه تاذيني مثلا، بس يعني انا بتكلم في حدود المعقول يعني. انا ما بحبش الرسميات بس. في شخص بياخد المساحات ينزلها على يوتيوب، هل عندك علم فيه؟ لا ما عنديش علم، بس مش هقعد اطارده بقى وبتاع اقعد اقول له يعني خلاص ماشي يعني. يعني ده دليل اخر اصلا انا مش بتعامل بجديه مع الموضوع. سجلت ونزلت ماشي، ما سجلتوش من تمام برضو عادي كده يعني. بس هي المشكله الحقيقيه فعلا، غير ان الناس احيانا بتحب الرسميات فانت في ناس بتخاف تبقى كاجوال يعني او تتعامل بطبيعتها لا يتم الاستخفاف بيهم. المشكله التانية ان في ناس تانية بيبقوا كارهين الشخص، اللي هو انا مستني، انا ممكن اقعد الف وراك استناك تغلط غلطه عشان اخد الغلطه دي اكبرها، وكانك ما قلتش حاجه لا قبلها ولا بعدها، حياتك كلها تبقى هي الغلطه دي، وتبقى انت مش فلان الفلاني، لا انت تبقى فلان الفلاني اللي غلط الغلطه دي، يبقى هو ده اسمك اصلا، يبقى هو ده عنوانك. مين فلان الفلاني اللي غلط الغلطه دي؟ انتوا بتسمعوا فلان الفلاني اه يا جماعه ده قال الغلطه دي كده، فاهم؟ ما علينا، ربنا يسعد الجميع يعني. الرياضه غير كره القدم. هو انا في حاجتين كان عندي هوس فيهم في حياتي، ثلاث حاجات يعني: الكوره طبعا، وفي لعبتين تانيين كان عندي هوس فيهم يعني، بس ما يتسموش رياضه قوي يعني: البلياردو والشطرنج. يعني كل واحده من دول خدت من عمري شويه كده، اللي هو مهووس قاعد مخي. بس طبعا ما كانوش مع بعض، كانوا في فترتين غير بعض، البلياردو في فتره والشطرنج في فتره. دي الثلاث حاجات اللي انا اتهوست بيها. يعني انا عمري ما كنت مهووس بلاي ستيشن، ما كنتش مهووس اي حاجه تانية. جت عليا فتره وانا في المدرسه كده ما اعرفش ليه ما اعرفش ايه السبب، في ثالثه ثانوي باين، مش فاكر. جت عليا فتره كده بدون مناسبه بقيت العب باسكت مع اصحابي. هل لان انا يعني ليبرون جيمس ما كنتش بعرف العب باسكت، بس هو استهواني الموضوع كده فلعبت باسكت مع اصحابي. اصحابي كلهم كانوا بيلعبوا باسكت اصلا مش كوره، فلعبت معاهم باسكت كده وحسيت ان انا فجاه مش عايز العب كوره، زهقت. ليه زهقت؟ ما اعرفش، ده اللي حصل يعني. هل ده معناه ان انا بحب لا، هو كانت فتره كده في حياتي. حتى الشطرنج والبياردو قطعتهم من سنين يعني.
بس اعرف ازاي اني ماشي صح في حياتي، وهل اني ماشي مع الاغلبيه كده انا كويس، ولا اختار ابقى مختلف؟ والله يا عبد الكريم ده سؤال في غايه الصعوبه يعني. اعرف ازاي انا ماشي صح في حياتي؟ ما اعرفش. يعني انت لو انت عايز توصل لحاجه، شوف اللي انت ماشي فيه ده بيوصلك، بيقربك ولا بيبعدك. يعني الاسئله العامه دي يعني محتاجه، يمكن تكون ليها اجابه، بس الاجابه دي موجوده عند حد تاني بيفهم اكتر مني. جايز. مش متاكد يعني. بس لو بتسالني انا في اطار يعني مع يعني خبرتي المحدوده في الحياه، انت بتبقى عايز حاجه في الاخر، وبتمشي في طريق. عند لحظه معينه لازم تقف كده تقول هو اللي انا ماشي فيه ده بيقربني ولا بيبعدني؟ لو بيبعدك محتاج تغير، لو بيقربك تمام. تمشي مع الاغلبيه ولا تبقى مختلف؟ مفيش قاعده. يعني احيانا، وده بصراحه نادرا ما بيحصل يعني، ان الاغلبيه تبقى صح. بصراحه نادرا ما بيحصل ان الاغلبيه صح. لو الاغلبيه صح وانت ماشي مع الاغلبيه، ما تتكسفش تقول انا اصل انا ماشي مع الاغلبيه انا كده زي كل الناس. لا، ما هم صح، خليك معاهم عادي. هو المشكله في العكس. يعني دي مش غلط، لكن المشكله في العكس. المشكله انك تشوف الاغلبيه فتحس في حاجه بيسموها في التسويق الفومو، او الفير اوف ميسنج اوت، اللي هو الاحساس. يعني دايما لما حد يحب يبيع لك منتج جديد، دايما يحاول يقنعك ان المنتج ده عند كل الناس، فانت يبقى حاسس ان انت لوحدك. ايه ده الناس كلها عندها المنتج ده، انا الوحيد اللي ما عنديش؟ يعني انا الوحيد اللي ما اعرفش؟ يعني هم كلهم فاهمين الموضوع ده انا مش فاهم؟ او هديك مثال تاني زي الافلام والمسلسلات. لما تدخل في يوم كده على السوشيال ميديا، تلاقي الناس كلها بتتكلم عن مسلسل معين، انت بس اللي ما شفتوش. فاول حاجه بتبقى عايز تعملها ايه؟ عايز تتفرج عليه، عايز تنضم للركب. انت حاسس ان الناس كلها قاعدين زي ما يكون في مثلا قاعدين في قهوه كبيره، الناس كلها قاعدين على ترابيزه وانت قاعد على ترابيزه لوحدك. لان هما بيناقشوا موضوع انت مش قادر تقول فيه راي او تدلي فيه بدلوك. فانت عايز تنضم لهذه الترابيزه، فتعمل ايه؟ اول حاجه تعملها تجري تشوف المسلسل ده بسرعه، او الفيلم ده بسرعه، عشان ده هيسمح لك انك تروح تقعد معاهم على الترابيزه اللي هم كلهم قاعدين عليها. fear of missing out. خوف من ان الاشياء تفوتك. ف... فالفومو او الفير اوف ميسنج اوت ده احيانا بيخلي الناس تنضم لاغلبيات غبيه، تكون الاغلبيه بتعمل شيء غبي جدا، وانت تنضم لهم لانك مش عايز تبقى لوحدك، او لانك خايف تبقى ضد كل هذه الاغلبيه. ما انت لو ضد كل هذه الاغلبيه هتسحقك. يعني ده هيتريق عليك، بعدين ده هيشتمك، بعدين ده هيروح يقلب في حاجه قديمه عشان يذلك بيها، وده مش عارف يعمل ايه. يعني خليني اقف ضد كل الناس دي، خليني معاهم. فهنا بيبقى الغلط. لكن احيانا لو الاغلبيه صح، خليك ماشي مع الاغلبيه عادي، مش مشاكل يعني. يعني لو الاغلبيه بتبص يمين وشمال قبل ما تعدي الشارع، انت تقول انا مختلف عادي من غير هتموت يعني بص يمين وشمال وعدي الشارع عادي. لكن اعرف ازاي انا ماشي صح ولا غلط، دي حاجه ما اقدرش يعني، انا لا امتلك علم كافي يعني اهلني ان انا اجاوب على سؤال زي ده. بس هو زي ما قلت لك يعني، الطريقه البسيطه الطبيعيه انك بتقف تشوف هو انا عايز اروح مكان معين، اللي انا ماشي فيه ده بيقربني ولا بيبعدني. من هنا بتحكم. وبالتوفيق يا عبد الكريم. ربنا معاك. uh, what do you think what do you think السؤال متكرر 2 مليون مرة. What do you think about كايسيدو going to Chelsea? Please answer me. كايسيدو لعيب ممتاز. لعيب ممتاز، واعتقد انه يعني اي فريق هيجيب كايسيدو يقدر يستفيد منه، يعني مش بس تشيلسي. هو لعيب ممتاز في المطلق يعني. لعيب هايل. عمل موسم جبار السنة اللي فاتت مع برايتون يعني. بس هو انا احيانا بيبقى عندي خوف من الفرق اللي عندها منظومة لعب معقدة شوية. يعني الفرق اللي عندها منظومة لعب معقدة شوية بتنتج احيانا لعيبة تحس ان هم كاستمايزد كده، تحس ان هم متفصلين على الطريقة، فلو خدتهم حطيتهم في اسلوب لعب تاني، في جزء ممكن يندمج وجزء ما يندمجش. فاحنا عندنا لعيب خرج من هذه المنظومة اللي هو ماكاليستر، راح ليفربول. وان كان ماكاليستر يعني لا، شفناه مع الارجنتين والراجل كان كويس تمام. كايسيدو هنشوف. لكن مثلا انا مش قادر قوي ابقى متخيل لو ميتوما خرج هيبقى شكله ايه بره. مش عارف يعني، هيبقى بالنسبه لي الموضوع مثير شويه.
هبقى محتاج اشوفه عشان اعرف ايه اللي هيحصل. مارش، ميتوما، يعني بالذات لعيبه العمق، يعني لعيبه الاطراف مثلا زي استوبينيان مساله مش هيبقى فيه اختلاف كبير يعني بين المكان اللي هو بيلعب فيه واي مكان هيطلع فيه. لكن اللعيبه لان منظومه ديزيربي عموما كان اللعيبه اللي بتلعب في العمق، بالمناسبه اللعيبه اللي بتلعب في العمق دي شاملين المهاجم، يعني المهاجمين لما احيانا بيلعبوا حاجه شبه 4-4-2، وكان احيانا الاثنين، يعني انت دايما متعود ان 4-4-2 اعلى نقطه فيها هي اثنين المهاجمين ثم الاثنين الاجنحه. مع ديزيربي لا، اعلى نقطه هما الاثنين الاجنحه، الاثنين المهاجمين احيانا بيبقوا قريبين من وسط الملعب. يعني في الاخر انت لما المنظومه دي بتهدف الى سحب الخصم ثم لعب كره طويله، الكره الطويله دي ما بتروحش للمهاجم، بتروح لجناح من الاجنحه او عاده بيبقى ميتوما. وفي اللحظه دي بتشعر مش بتشعر، هو فعلا ميتوما بيبقى اعلى نقطه في الملعب، المهاجمين الاثنين بيبقوا نازلين، سواء بيلعب بقى باونداف باسمه ايه ده اللي كان بيلعب جنبه، بفيرجسون بالتالت كان اسمه ايه المشهور قوي ده كان بيلعب في ارسنال، نسيت طبعا. فمنظومه مركبه شويه، فانت لما تاخد ناس تقول لهم لا انا ما بعملش الكلام ده، انا عايزك انت كمهاجم مثلا تبقى فوكال بوينت، تبقى نقطه مركزيه قدام، الى اي مدى هيتاقلم مع الكلام ده؟ لما تيجي لميتوما تقول له انت ما بقتش اعلى واحد في الفرقه، انت هتحتاج تنزل اكتر شويه، او هتحتاج الحاجات دي ساعات بتخليني اخاف شويه ان اللعيب ده لما يخرج هيتاقلم ازاي يعني. ويلبك شكرا يا عثمان، ويلبك هو اللي كنت بحاول افتكره. شايف اننا نقدر نعمل اعاده هيكله للمنظومه الرياضيه في مصر بحيث تكون اكثر منطقيه شويه؟ بص يا عمر، بصراحة شديدة وبدون تجميل، الإجابة هي لأ. أتمنى أن أكون غلطان طبعا، بس يعني رأيي أنا اللي أنا شايفه يعني لأ، لسبب بسيط إن محدش أصلا عايز يصلح حاجة. الناس كلها بتدعي إنها عايزة تصلح، محدش عايز يصلح حاجة، كل الناس عايزة مفيش دوشة. الشعار الأول والأخير مفيش دوشة. هل في حاجة اسمها فقدان شغف ولا وهم؟ ولو إجابتك فشايف إيه ممكن يريفيل الشغف في مذاكرة، في شغل؟ في حاجة اسمها فقدان شغف، طبعا في حاجة اسمها سدد ديونك، بتيجي زي إدارة هدفها الوحيد بتدير النادي بهدف واحد بس، وهو تسديد ديون الناس اللي ليها فلوس عندك. مش مهم بقى انت عندك لعيب مهم، اللعيب ده والله انت بتستثمر فيه، اصل مش عارف، لا، هيبيعوا اي حاجه تعدي قدامهم بهدف تسديد الفلوس للناس اللي ليها فلوس. فديربي كاونتي انهار تماما. ليه؟ لانه في لحظه ما اخذ مخاطره على اعتبار انه هيصعد البريمير ليج وما صعدش. ودي حاجه في انجلترا، في ظني انها في انجلترا اكتر من اي مكان تاني، انت فعلا ما تقدرش تضمن شيء. وليس أدل على ذلك من إن ليستر هبط. أنا مش بكلمك سيبك من إن ليستر بطل الدوري من 7-8 سنين، لا، هو ليستر حتى يعني أصله حتى بعد الدوري اللي هو أخده ده، ليستر كان من الفرق القوية، وكان بينافس على التوب فور في أوقات كتير، وكان بيصارع فرق زي تشيلسي على التوب فور مثلا وياخد أماكن، وكان بينهي في أماكن في الجدول أعلى من أندية كتير كبيرة يعني. النادي ده هبط. فأنت في إنجلترا فعليا أنت ممكن تصرف وما تحصلش على اللي أنت عايزه، الا لو هتصرف بقى مصاريف خرافيه، حاجه كده زي مانشستر سيتي مثلا، تخش تجيب، طبعا مانشستر سيتي دلوقتي بطل يصرف المصاريف دي، بس في اوقات معينه من سنين كان بيصرف، لا بيصرف جامد. يعني مانشستر سيتي راح دفع 100 مليون في جاك جريليش عشان هم شافوا ان ده اوبشن كويس، هو مش جيم تشينجر. يعني جاك جريليش انت مش هتجيبه يغير شكل الفرقه، ومفيش حد اعتقد يعني في اللحظه اللي جاك جريليش انتقل فيها لمانشستر سيتي ان ده لعيب هيضيف بعد اخر للفرقه. مش زي هالاند مثلا، هالاند جه ما غيرش شكل الفرقه بس اضاف بعد اخر. الفرقه دي كانت بتحتاج سلسله طويله جدا من التمريرات القصيره عشان توصل لمنطقه الجزاء، فجاه بقى عندك مهاجم انت بس لو لقيت مساحه انك تديله الكره في سباق سرعه مع المدافع العبها على طول. بعد اخر، مش هقول ان هو غير شكل الفرقه بس على الاقل اضاف بعد اخر، اضاف حاجه ما كانتش موجوده قبل هو موجود. فحتى لما جاك جريليش انتقل لمانشستر سيتي كل الناس عارفه بما فيهم جاك جريليش ان انا مش رايح اغير شكل الفرقه او اضيف بعد اخر، انا مجرد اوبشن جيد، اوبشن.
اوبشن زي فيل فودن، زي رياض محرز، زي كذا زي كذا زي كذا، بس هما دفعوا في اوبشن 100 مليون، في اوبشن، مش في جيم تشينجر، في اوبشن 100 مليون. فده مستوى الصرف اللي انت بتضمن معاه بقى نوعا ما، تضمن معاه ان انت يعني على اكيد مش هتهبط يعني. وعند الدرجه دي لا، هو انت اكيد مش هتطلع بره التوب فور كمان. انت فاهم قصدي؟ فهي لكل هذه الاسباب شيفيلد يونايتد مش هيدفع فلوس كتير في الصيف الحالي خالص يعني، واكيد الناس لو متابعه الاخبار ده واضح يعني. وهياخد يعني هيبقى الرهان الاكبر ان الصعود للبريمير ليج ده يساهم اكتر في النزول بمستوى اعمار الفريق وجعله فريق اقوى للمستقبل، لو بحيث لو هبط يبقى عنده فريق قادر انه لو صعد تاني لا يصعد تاني بقى ويحاول يكمل. لكن حاليا انت عشان بعد ما صعدت المره دي عشان تكمل هتحتاج تصرف مبالغ، المبالغ دي هتحطك في خطر انك تبقى او لا تبقى، تبقى على قيد الحياه كنادي يعني او لا تبقى، تتورط في فاتوره رواتب ممكن تدمرك لو ما قعدتش. وفي كل الحالات كلنا عارفين ان في احتمال انك ما تقعدش، سواء دفعت فلوس كتير ما دفعتش فلوس كتير دايما في احتمال انك ما تقعدش. بريمير ليج از بريمير ليج. شيفيلد صعد، السنه اللي بعدها تاسع، السنه اللي بعدها هبط. دي فتره انا ما اقدرش احكم عليها قوي لان انا ما كنتش موجود، بس الفتره اللي انا كنت موجود فيها، انا موجود دلوقتي سنتين، فعشت مثلا موسمين تشامبيونشيب. الشامبيونشيب ده جنان رسمي، جنان رسمي. يعني في لحظات من الموسم انت بتشعر ان يعني هو في الموسمين كان دايما في فريق راكب، يعني فولام اول سنه وبيرنلي تاني سنه. لكن مثلا مين اللي مع فولام في وقت كبير جدا؟ كان ويست بروم. خلاص الناس يعني تحس انك لو سالت اي حد يقول لك غالبا ويست بروم اللي صعد. ويست بروم في الاخر نهى الدوري بره البلاي اوفز، يعني اقل من السادس. شيفيلد يونايتد كان في المركز ال 19 في لحظه من اللحظات ونهى الموسم في البلاي اوفز، ولعبنا بلاي اوفز وخسرنا من نوتنغهام فورست. بس هو البلاي اوفز اصلا كانت بالنسبه يعني البلاي اوفز دي لحظه مايو. في نوفمبر البلاي اوفز دي كانت حلم، نص بلاي اوفز يا نهار ابيض نوصل لها ازاي دي؟ كنا 19 في الاخر لعبنا بلاي اوفز. طب ويست بروم اللي هو كان التاني دايما وكان ساعات بيطلع الاول فوق فولام شويه وبينزل تحت شويه وكذا وكذا وكذا، فين ويست بروم؟ انهار على مدار الموسم. السنه دي مثلا كانت لا السنه دي احنا كنا ماشيين كويس من اول السيزون، بس كان في فرق كتير يعني مثلا لوتن اللي هو صعد في الاخر، لوتن ما كانش بالقوه دي طول السيزون. ميدلسبرا في وقت من الاوقات كان بعيد جدا جدا لغايه ما جابوا كاريك، وكاريك غير حاجات كتير قوي في النادي وغير في السكاوتنج وغير في الاكاديميه وغير النادي تقريبا. فجاه ميدلسبرا عمل رن غير عاديه، غير عاديه. وانا كان بالنسبه لي يعني طبعا احنا يعني بالنسبه لنا احنا كان دايما ميدلسبرا هو الخطر، يعني احنا كنا عايزين نطلع تاني لان التاني ده بتصعد مباشره ما تلعبش بلاي اوفز. فاحنا كنا دايما حاسين بالخطر من ميدلسبرا. ميدلسبرا كان هو المنافس في اللحظه دي. وانا كنت كل اسبوع، مش انا يعني كلنا كل اسبوع زي ما بنتابع ماتشات شيفيلد بنتابع ميدلسبرا عمل ايه. وميدلسبرا جه عليه وقت الجنان كان وعندهم مهاجم اسمه اكبوم جاب سجل تاريخي من الاهداف السنه دي، حاجه خرافيه يعني. فانا كان بالنسبه لي حتى لو احنا طلعنا تاني وميدلسبرا ما طلعش تاني، ميدلسبرا هيصعد في البلاي اوفز. يعني انا كنت شبه متاكد ان ميدلسبرا هيصعد في البلاي اوفز. الفكره ان ميدلسبرا وصل البلاي اوفز وخرج، ما لعبش حتى ماتش بتاع ويمبلي ده، ما لعبوش، خرج من اول جوله. البلاي اوفز هي ان السادس بيلعب الثالث والرابع بيلعب الخامس. اوكي، فهو خرج من الجوله دي. الكسبان بيلعب كسبان في مباراه واحده في ويمبلي. المباراه دي اصعب مباراه في العالم، انت بتلعب 90 دقيقه، تكسب تبقى في البريمير ليج، تهبط تخسر تبقى في الشامبيونشيب، تعيد بقى نفس اللي انت عملته ده من الاول. عارف اسطوره سيزيف اللي هو بياخد الصخره يطلع بيها فوق الجبل، الصخره تقع ينزل يجيبها يطلع بيها تاني، نفس الفكره. شيء محبط الى درجه غير عاديه. مباراه ويمبلي دي، مباراه الصعود في البلاي اوفز في ويمبلي دي حاجه من اقصى ما يمكن يعني. لا هو ما وصلهاش اصلا، مخالفا كل التوقعات. ميدلسبرا ما وصلش للحظه دي اصلا، رغم ان هو في لحظه من اللحظات كان افضل فريق في الدوري. ما كانش متصدر الدوري، ما كانش بس كان افضل فريق في الدوري. وفي لحظات شالنا من على المركز الثاني، يعني كان هو الثاني واحنا الثالث، في الاخر ما صعدش خالص. فالمساله الى هذه الدرجه غير قابله للتوقع، اي حاجه ممكن تحصل في اي وقت.
باستثناءات بسيطه زي ان بيرنلي قام راكب الدوري من اول لحظه، كان بعيد جدا، بعد حتى عن اي محاوله، يعني خلى المفاجآت حتى اصعب. يعني ان كانت الكوره فيها حظ سيء ومفاجآت سيئه وبتاع، هو كان ابعد من الكلام ده، ابعد من ان الكلام ده ياثر فيه. نفس الكلام كان فولهام السنه اللي فاتت، لكن غير كده الدنيا صعبه. كفايه كده صح. مين الفريق الاول بشيفيلد يونايتد؟ إليمان ندياي، وإليمان غالبا هيمشي لنفس السبب اللي قلته لك، اخر سنه في عقده. اهم اتنين لعيبه هم ساندربرج وإليمان ندياي، وغالبا الاتنين هيمشوا، غالبا يعني الاتنين هيمشوا، لان دي اخر سنه في عقودهم يعني. كفايه كده، انا اتاخرت جدا، الساعه بقت 3:15. شكرا، واسف للازعاج، واسف للاطاله، واسف على الاسئله اللي بطول في اجابتها، بس ببقى عايز اقول الموضوع من كافه جوانبه يعني.